ما ينفعش بينما انا بسخن مكرونه بايته من امبارح وبرمي عليها كاتشب عشان طعمها يتعدل لان ما عنديش وقت اطبخ، الاقي دكتور تغذيه طالع لي على الانستجرام يقول لي هقول لك ازاي تعمل بيتزا الشوفان ما فيهاش سعرات، لا وبتتعمل في 4 دقائق. ده المكرونه بتاخد في الميكرويف 6 دقائق، 4 دقائق انت هتحور؟ وليه اصلا اعمل بيتزا شوفان؟ ما اكل الشوفان لوحده والبيتزا لوحدها، ولما احب اخس اتنيل ابطل اكل. انا ببقى راجع من الشغل مش شايف قدامي، والصبح عايزني افطر مشروب بذور الشيا وبيض بالافوكادو. انا عايز افهم انت منين؟ انت من هواي حضرتك؟ انا السوبر ماركت اللي تحت البيت ما فيهوش افوكادو، مش هقول لك ثلاجتنا، السوبر ماركت نفسه ما عندوش. انا بفطر في الاسانسير عشان متاخر. اعقل الكلام. هقول لك حاجه، انزل معايا، مش هقول لك على الواقع، على رف الثلاجه بتاعي. مش لازم كل طلباتك تكون محتاجه سفريه عشان اشتري الانجريدينتس بتاعه الوصفه اللي هعملها. دي طلبات دجالين، انا هطبخ ولا اعمل عمل. بعدين عايز افهم ايه سر العداء بينك وبين اللبن؟ يعني احنا شربنا كل حاجه ما عدا الكاو ميلك، الموند ميلك، اوت ميلك، اي حاجه غير الكاو ميلك تمام. تساله ليه؟ يقول لك اصل لبن البقره معمول لابنها. اقول لك على سر، تعال احنا بناكل ابنها، احنا بناكل ديل ابنها، ده الكيلو من ابنها اغلى من الكيلو منها. بلاش اختراعات.